بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ شايفين جمال الكوكيز؟ ولا اقول لكم الطعم اروع ما يكون، والله مش بشهادتي، بشهادة كل اللي داقوا. بجد طعمه حلو قوي. كوكيز لعب. مش هطول كتير، هندخل على طول في المقادير لان الموضوع سهل، فمش عايزين نرغي كتير. هنا عندنا نص كيلو دقيق ونص ربع كيلو زبدة، ومعانا سكر بودر كوباية وكمان معلقة. تمام، هحط لكم المقادير بالجرامات في صندوق الوصف. ومعانا ربع كوباية زيت وبيضتين واتنين معلقتين كاكاو. لو عايزة تزودي الكاكاو يكون أغمق معاكي لغاية 4 معالق كاكاو، معلقتين كبار. ها، معانا الشوكولات شيبس، طبعا هنحتاجها، من غيره يعني ينفع بس يعني مش بتديله طعم يعني متكاملة يعني. بس ما عندكيش خلاص تشتغلي القوالب العادية وبنقطعها، ما فيش مشكلة. ودي معلقة صغيرة بيكنج باودر، وطبعا البيضتين معانا. كل حاجة بدرجة حرارة الغرفة. البيض طبعا مش ساقع، الزبدة مش ساقعة خالص. هنبتدي هنا بنحط المكونات الجافة، الدقيق مع الكاكاو مع البيكنج باودر، ونقلبهم كويس. هننخلهم على طول بعد كده بقى على خليط الزبدة اللي احنا هنعمله دلوقتي. انا هستخدم هنا المضرب اليدوي. شايفين الزبدة عندي طرية خالص. هديها تقلبتين كده وبعدين انزل عليها السكر البودر. انا نخلاه، لو انتي السكر بتاعك مش منخول فانخليه قبل ما تحطيه عشان ما يبقاش عامل تكتلات. تمام، بس انا متأكدة ان هو منخول يعني، فعشان كده حطيته على طول من غير ما انخله مباشرة على الزبدة. بحاول ادخلهم مع بعض ويكونوا كريمي يعني كده. برضو الزيت هيدينا سهولة شوية. كل ما بتحطي مكون على الزبدة بتحسي ان هي فصلت شوية، ده مش معناها ان هي باظت، لا، هي بس عايزة تاخد تاني الحرارة بتاعتها تاني، فبتدي هتدخل في المكونات. تمام، وهترجع تاني للملمس الكريمي. طبعا انا هنا بستخدم المضرب اليدوي، فعادي خالص ان انت تستخدمي المضرب الكهربائي عادي، بس متديش الزبدة فوم عالي. كده خلاص الزبدة بقت جاهزة معايا. هبتدي بقى انزل بالبيض. البيض هنا بيضتين وهحط عليهم الفانيليا، هستخدم واحدة واحدة، ولما تمتزج خالص مع خليط الزبدة هنزل التانية. تمام، برضو الزبدة هنا بتفصل وكده، لا عادي استمري في الضرب، ما تقوليش ان الوصفة باظت ولا اي حاجة. كده معانا اهو. بصوا هي بيضة شكلها حتى مش حلو كده وغريبة وفاصلة، لا، واحدة واحدة هترجع تاني تكون كريمي وحتى ايه وكده. تمام قوي قوي يوم معانا. طيب هنا بقى هنحط ننخل الدقيق. هنا طبعا عشان انا عندي البولة ضيقة، فلو انا استخدمت كده الدقيق هبهدل الدنيا حواليا، فاستخدمي الكوباية دي كده وبتعملي بالحركة اللي انتي عملتيها دي. اللي انا عملتها قصدي وشفتيها، مش هتبهدل منك المكان ده لو كانت البولة عندك مش واسعة يعني. خلاص طبعا انا هكمل نخل علشان ما اطولش عليكم الفيديو يعني، بس انا حبيت اوريكم الايه المعلومه السهله دي اللي تسهل عليكم الدنيا يعني واحنا بنعمل الحاجات. هنبتدي ندخل بقى الدقيق واحده واحده بالراحه كده مع الزبده، واحده واحده وانتي بتعجني كده. وبرضو لو هتستخدمي العجان يا دوبك بس يعني يختفي الدقيق وتوقفي، ما تزوديش عجن عشان ما يعملش عرق منك وهينشف جامد. وانا بفضل ان انا اعملهم على ايدي كده، ما افضلش ان انا استخدم العجان في المرحله دي. بس لو نفرض يعني ان انت هتستخدمي العجان، شايفين العجينه عامله ازاي؟ عجينه بتلزق كده وشكلها زي ما يكون مش عامل كرة على بعضها، بس هي كده صح ومظبوطه. ما تزوديش دقيق. تمام، شايفين انت تمسكيها في ايدك كده، بصوا عملت كوره معايا كده، ولا لزقت في ايدي ولا اي حاجه، مع انها كانت بتلزق في المعلقه وكده، ولكن محدش يزود دقيق، هي كده كويسه جدا جدا جدا. تمام، طبعا هحطها على جنب. هشوف الصاج بتاعي. انا دايما بستخدم السجان الالومنيوم، ما بحطش حاجه، مش بحط عليها اي ورق زبده او حاجه، لان هي فيها كميه زبده. لو انتي السجان بتاعتك بتلزق او حاجه، لا حطي عليها ورق زبده. زي ما انتوا شايفين اهو، انا بحاول اعمل حجم معين من الكوكيز وبحطه في الشوكولاته الشيبس. هنا بقى هحطه فين؟ احط الشوكولاته العاديه برصها عليه كده كده مظبوط اهو. فكده كده الاتنين طعمهم حلو قوي 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 قوي، وده شغال وده شغال، والاتنين اللهم بارك اللهم بارك.
بجد عجبوا الولاد جدا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اللهم بارك. المنظر تحفة. احنا لسه هنا قبل ما ندخل الفرن، يعني الفرن هتكوني عاملاه على درجة حرارة 170 وهياخد معاكي في حدود 25 دقيقة بالظبط ان شاء الله لو فرنك مظبوط. هنا ده الصاج التاني، هو عملنا صاجين بفضل الله تعالى، طلعت كمية كبيرة جدا ما شاء الله. شايفين مش دي كمان الكمية كلها، في كمان والله كمية ما ترصتش في الطبق التقديم. شايفين بصوا اللهم بارك اللهم بارك. مليانة وما نفختش قوي ولا ساحت في الفرن، لان البيكنج باودر بتاعنا مظبوط والبيض بتاعنا برضو مظبوط. ف ايه رأيكم؟ الطعم حكاية بجد بجد بجد. الكوكيز ده بيتباع بره بالواحدة تقريبا الاتنين ب10 جنيه او حاجة. فيعني انتي تعملي بقى بإذن الله تعالى يكون الفيديو عجبكم. هنا بنوتي بتوريكم وإن شاء الله تطبقوا وتوروني تطبيقاتكم على صفحة الفيسبوك.